السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا ابلكيشن دلوقتي وهنشوف ازاي بنعمل له كود ريفيو من ناحيه البلاك بوكس او من ناحيه الديباجرنج. نعمل له ديباجر نشوف شكل الابلكيشن ازاي هو بيشتغل، اللي احنا عاوزين نعرف الابلكيشن بيشتغل ايه اللي بيحصل فيه. معانا ابلكيشن بسيط، وده هنشتغل عليها في اكتر من حاجه في الكودرينج ريفيو. فاحنا بنعمل اي متصفح عامه هتلاقي فيه الانسبكت element دي. تمام، فانت اول ما تفتح الانسبكت element احنا بس عاوزين نخليها تحت. فتحنا البراوزر تاني، ما علينا. طب ايه، ايوه عاوزين نخليها تحت هنا كده. تمام، انت اول ما تفتح الابلكيشن مثلا هتلاقي عندك حاجه اسمها element console source كل الكلام ده. فمثلا لو تفتح السورس مثلا فيبدا يقول لك ان والله انت عندك هنا لوكال هوست، الابلكيشن شغال على لوكال هوست، انت عندك الاندكس الصفحه الرئيسيه بتاع ده اللي اتحمل لحد دلوقتي. فانا لو جيت مثلا اعمل لوج ان او حاجه زي كده فالاقي ان بدا في ملفات الاوثنتيكيشن هنا، ملف الاوثنتيكيشن للوجن هنا يتحمل كده. انا دلوقتي معايا ملف ده HTML للسورس لوجن. تمام، فنشوف هل معانا اي حاجة تانية تستاهل npm. ملفات الجافا سكريبت مثلا احنا عاوزين كل اللي يهمنا ملفات الجافا سكريبت. تمام. CSS انت المفروض انت بتدور على ملف الجافا سكريبت اللي هيبدأ يفهم يشوف معاك الابليكيشن ده. تمام، لان ملفات جافا سكريبت كده كتير. فاحنا مثلا تعال نتست على الابليكيشن ده. مثلا هكتب مثلا اي حاجه هنا احمد، وباسورد احمد برضو. هعمل مثلا تعال نخش على النتورك هنا مثلا نعمل لوج ان ونشوف هنا، نشوف النتورك قرت لنا ايه. فالملفات اللي اتقرت كبر دي شويه، فاهم؟ فما حملش اي ملفات للجافا سكريبت. نوصل نرجع تاني للسورس وورك سبيس بيج، نعمل ريلود. تمام، دي كلوجن، ده فرونت اند، احنا مش محتاجين الفرونت اند. ملفات الجافا سكريبت السورس، ملفات السورس بقى. لو رجيت هنا هتلاقي هتبص ان انت عندك اكتر من ملف، اكتر الجافا سكريبت متوزعه على حسب هي مكانها فين في الابلكيشن. فاحنا مهمتنا ان احنا ندور على مكان الابلكيشن ده هو شغال فين، والصفحه دي فينا في مكان في الجافا سكريبت، ونبدا نتست عليه. تمام، هتلاقي في الاكواد بقى ازاي الكود بيتعامل مع الداتا، ازاي الكود بيفتش الداتا، او ايه هي الايرور اللي انت مستنيه. انا لما اعمل ايرور زي ده الفيتش داتا بتاع الايرور دي هل هي شكلها عامل ازاي، شكلها في التنظيم بتاعها. تلاقي عندك حاجه زي ايفنت هاندلر هنا manipulating. تمام، فبنبدا نشوف الداتا بقى، فاهم؟ انت ممكن تشوف شكل جافا سكريبت اصلا معقد، تمام شويه، فاهم؟ فهتلاقي الداتا مثلا حاجه زي الالرت، يبدا يعمل الرت لو حصل كذا. الكولابس موديلز تاب تيست الاكس element السي اس اس السي اس اس. تمام، هي بتبقى متوزعه، فاهم؟ لانك انت مالكش اكسس عليها. هي ملفات دي ملفات جافا سكريبت اللي بتتعامل ما بين الفرونت والباك، ما بيديكش اي نبذه عن الباك خالص. هي ملفات الفرونت بس مش اكتر. تمام، فدي ملفات. نفتح حاجه مثلا زي حاجه زي كده، فهنا قال لك مثلا كونسول اور بوتستراب ديت لو حصل مشكله في ملفات البوتستراب. تمام، event handler manipulating. تمام، able null to string. تمام، احنا عندنا تعالى بس اللي يهمنا دلوقتي. عندنا اول حاجه اسمها البريك بوينت. ايه البريك بوينت؟ ان مثلا وانا ببدا اعمل ران للابلكيشن كده، هو الابلكيشن بيبدا يعمل ران ويسجل اي ديباجنج. تمام، فانا لما عملت ران قدر يجيب لي الصفحه اللي انا فيها. تمام، ويبدا يديباجر بقى، فاهم؟ يبدا يصلح المشاكل. تمام، يبدأ يشوف مثلا انا ممكن عندي مثلا، فهنا قال لك ان في بروميس هنا. هي وقفت عند البروميس سولف، بعد كده جيت انتريز مش حاجه مهمه. عندنا بقى البريك بوينت، مثلا ان انا ببدا اعمل بريك بوينت هنا، مثلا ان الابلكيشن والله اول ما ابدا اعمل له ديباجرنج هيجي يقف عند الابلكيشن، هيفضل يشتغل لحد ما يقف عند البريك بوينت دي. تمام، ويبدا يعرض لي ايه اللي حصل من اول ما بدا لحد ما وقف عند البريك بوينت دي. تمام، عندك فانكشن. تمام، وتبدا تشوف الابلكيشن. تمام، هنا تمام، تبدأ تضيف أكتر من بريك بوينت في أكتر من حتة، بحيث إن هو إيه، كل هيقف عند دي مرة وبعد كده يبدأ يتست ويوصل لحد هنا لحد ما يشوف والله هو وقف هنا عند الديباجرنج، هو ليه بيقف عند البروميس كل مرة. تمام، ديباجر بروسيس. هتلاقي عندك هنا مثلا البريك بوينتس. تمام،
هنا بريك بوينتس انت عملتها. عندك السكوب مثلا، سكوب اللي قدر شكل البيانات ازاي بتتعامل مع بعضها. تمام. هتلاقي الفانكشنز اللي بتستخدمها هتشوفها قدام. الكول ستاك دي الفانكشن اللي بتستخدمها الصفحه دي في انها تجيب البيانات مثلا او تعمل فيتش داتا ايا كان. فدي الفانكشن. فهتلاقي عندك ان هو مستخدم بروميس مثلا. ده اللي قدر يلقطه في الصفحه دي كلها، انه بيستخدم فانكشن اسمها بروميس. تمام. هتلاقي اتش ار فيكسز الدوم بقى، لو في ملفات دوم ولا حاجه قدر يلقطها. جلوبال لايسنس. تمام. ايفنت listener. تمام. فاحنا نبدا نعمل ديباجرين كده. التشيك بوينت اللي بعدها يبدا يتست التشيك بوينت اللي بعدها. عاوز تبدا تست سطر بسطر. تمام. تبدا تشوف بقى شكل البيانات بتيجي ازاي. تمام. انت مثلا ممكن تلاقي شكل الكود ده مش عاجبك، او انت مش فاهم منه حاجه. تمام. فهو بيبقى معمول له حاجه اسمها اوبسفيت. يعني هو اوبسفيت للجافا سكريبت فايل. انت لو جيت هنا مثلا هتلاقي مثلا في صفحه الجافا سكريبت هتلاقي عندك موقع اسمه اوفاسكيتورز. الكلمه صعبه اصلا، صح. اوفاسكيتور ده معناه ايه؟ ان ده الكود مثلا. هي ده الكود. شايف الكود على شكله عامل ازاي؟ اصلا شكله مش واضح، مش مفهوم منه اي حاجه. هل ده اصلا جافا سكريبت او لا؟ انت مش عارف اذا كان جافا سكريبت او لا. تمام. فشكل الكود، شايف شكل الكود ده كله؟ تمام. ده شكل جافا سكريبت فايل. كل ده بيتقسم للكلام ده. تمام. آه ده بعد ما اتعمل له دي يوفاسكيت. ايه الاسم الرخم ده؟ يوفاسكيت، صحيح. تمام. فعندك برضو اوفاسكيت. ممكن تدور على اوفاسكيت مثلا، حاجه بتعمل اوفاسكيت كود. اوكي. اوبس، sorry. تمام. قول له مثلا اوفاسكيت جافا سكريبت. تمام. ممكن نجيب اي موقع يعمل لنا، يعني مش حوار يعني. فاهم؟ فده الانبوت اللي هو شكله غريب بالنسبه لك، واللي شكله اصلا بيجي لك في الابلكيشن زي ما شفت. هتقوم عامل له دي اوفاسكيت، فهيجيب لك البيانات اللي هي اصلا شغاله في الابلكيشن. تعال نجرب كده. نجيب مثلا يكون السورس ده، ناخد البيانات دي كده كوبي كده. نوديها هنا في دي اوفاسكيت. there was an error obfuscated your code check the console from the كده. في مشكلة. ايه المشكلة؟ تمام. تعال نمسح جزء كده. نرجع تاني. تمام. واضح ان مفيش حاجة اصلا يعمل لها دي اوفاسكيت. فتمام. فهيبدأ يلغي الكلام ده. تمام. هو مفيش حاجة تستدعي يعني الاوفاسكيت، يعني دي اوفاسكيت. تمام. فدي فكرة عامة من الديباجرنج. تمام. انك احنا نحاول نلاقي اي ايرور متوقع في الفانكشنز الموجودة دي. وده لازم يبقى عندك خبرة زي ما قلت لك في الجافا سكريبت فايل. تمام. وكل الكلام ده. فتعالى نعمل ريفريش كده للصفحة دي في النتورك. بس نعمل ايرور متعمد في الصفحة دي. تمام. النتورك. ممكن مثلا ناخد الكود ده كده، ناخده كوبي. جافا سكريبت ده ملف، دي الملفات. انا بس عاوز اعمل مثلا وليكن حاجة. أم، ممكن اقول له مثلا حاجة كده كده. واقوم قايل له في كده. فهو هيبدأ يحط لي الكود كده، وابدأ ادور عليه، ابدأ ادور في حاجة براحتي. تمام. لو انت مرتاح لواجهة الفيس كود يعني. تمام. ممكن ندور بقى على الحاجات اللي تهمنا بقى اكتر. ممكن ندور على ايه؟ ممكن ندور على مثلا اي بي اي كي مثلا. فلو في اي بي اي كي فهيدور لك على اي بي اي كي. مثلا توكن مثلا بيسمح لنا ان احنا نخش على صفحة الادمن مثلا. تمام. ممكن يدور على كلمة اسمها ادمن مثلا. طب ما كانتش تدور على كلمة اسمها يوزر مثلا. يوزر. تمام. مفيش يوزر. تمام. ممكن ندور على اي حاجه، الحاجات اللي هي مهمه شايفينها. فاهم؟ كود مثلا. فاهم؟ فاي مثلا ممكن تلاقي مثلا ان ده توكن. انا عندي مثلا حاجه زي هنا كده، حاجه مكتوب مثلا ادي توكن كده. التوكن. والتوكن ده ايكوال مثلا توكن يسمح لنا نخش بيه مثلا. التوكن هو ده التوكن مثلا. ده التوكن. التوكن ده هيقول لك وصل ان في عندك باس اسمه ادمن رول مثلا.
فانك تخش لو دخلت على بس اللي هو اسم الادمن رول ده هتقدر تستخدم التوكن دي ويفتح لك الادمن رول. فدي حاجه مهمه برضو. الاي بي اي توكن مثلا اي بي اي كي، تمام، اي حاجه عشان اكسس على اي بي اي طبعا لازم يبقى عندي اي بي اي كي. فدي حاجه برضو من الثغرات اللي احنا ممكن نلاقيها في اكواد الجافا سكريبت. تمام. امسح ده unsafe. ده بالنسبه للديباجرنج والكود ريفيو في قلب الديباجرنج يعني. تمام. طبعا اي متصفح تاني غير المتصفح ده دي هتبقى اسهل فيه بكتير. تمام. آه تمام، بس انا معرفتش افتحه يعني في بريف يعني. فدي هتبقى اسهل بكتير، والتعامل مع النتورك هيبقى اسهل بكتير من الصفحات دي. تمام. فاشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.